خد فيلم الغربان مني. لا ما اتكلمتش مع ان الفيلم كان بتاعي. الفيلم انا اللي ماضيه وانا بطل الفيلم. فشل في تحقيق حلم حياته، اتقفل من التمثيل ومش ناوي ياخد الخطوة غير لو هتضيف ليه. كل ما يطلع من حفرة بيقع في اللي أصعب منها والدنيا معندة معاه، واللي حصله في مطار تونس مع تامر حسني صعب جدا حد يتخيله. أول رد من حسن شاكوش بعد ما عمرو سعد لهف منه فيلم الغربان وسر خطير ورا الحكاية. إيه اللي حصله في مطار تونس؟ إزاي فشل في تحقيق حلم حياته؟ إزاي عمرو سعد خد الفيلم منه؟ هل حسن شاكوش متقبل اللي حصل ولا ما باليد حيلة؟ إيه حكاية الأغنية اللي هيعملها لمراته الأولى ريم طارق؟ كل ده واكتر هتسمعوه في الفيديو ده، فخليكم متابعين معايا للنهايه. مطرب المهرجانات الشعبيه حسن شاكوش يا عيني عليه، كل ما يطلع من حفره بيقع في دحضيره. ايوه، كل ما بيحصل مشكله وبتخلص هو ما يلحقش يفوق منها يلاقي التانيه في وشه بتقول له صباح الخير. الدنيا معندة معاه على الاخر اليومين دول بعد ما كانت مزهزهه في عينيه وبتقول له خد كل اللي نفسك فيه. اللي حصل ان حسن شاكوش اتعرض عليه فيلم جديد يكون هو البطل فيه وعجبه جدا ومضى عقده، وما كانش مصدق نفسه انه هيقدم فيلم عالمي زي ده، لا وكمان هيبقى البطل فيه. وفضل 3 شهور يتدرب على حصان واتدرب مع مدرب وسافر سيوه هو والفنانه عائشه بن احمد بما انها البطله معاه. مش بس كده، ده كمان صور البرومو بتاعه ومشاهد منه، وحرفيا ما كانش بينام من فرحته بيه. وبعد كام يوم الحال اتغير وبقى الموضوع على رأي المثل امك في العش ولا طار. اصل الفنان عمرو سعد لهف منه الفيلم وصوره هو، ايوه زي ما سمعتوا كده. الغريبه ان حسن شاكوش ما اتكلمش خالص وقال يشرفني ان عمرو سعد يعمل الفيلم لانه فعلا مش عاوز اي حد يعمله، اهو دلوقتي بيستنى عمل كويس علشان يقدمه. بس الاغرب بقى حسن شاكوش نفسه مش فارق معاه، والواضح انه تم استبعاده من الفيلم علشان لو في اي حق ليه كان زمانه دلوقتي بيطالب بيه، لكنه ظهر مسالم خالص، وده اللي خلى الناس تقول في سر ورا فشله ده، وشكله ما نفعش في التمثيل. يا ريتها جت على قد الفيلم ونقول خد الشر وراح، لا ده للاسف بعد اللي حصل له ده سافر تونس علشان يحيي حفله هناك، وكان معاه نجم الجيل تامر حسني. وبعد ما خلصوا الحفلات وراجعين المطار علشان يسافروا مصر، دخل المطار وهو فاتح سطره، فكر الكل هيحترمه ويقول له اتفضل يا فنان. بس حصل اللي غير كل ده، الناس اتعاملوا معاه معامله وحشه جدا في المطار وما تحكوش في وشه، ده حسسوه انه عامل جريمه وهياخد حته من البلد على كتافه وهيمشي، وفضل قاعد اكتر من 6 ساعات في المطار علشان يخلصوا له الورق، وده خلاه يقرر انه يقعد في بلده معزز مكرم لحد ما المشكله دي تتحل، بالذات انه شايف نفسه راجل وفنان ولا ليه في اي حاجه من اللي بتتشرب دي. اصل كل الحكايه انه رايح يحيي حفله وماشي. بس تفتكروا خلصت الحوارات على قد كده؟ ابدا، ده صحي في يوم وليله لقى كله بيتكلم انه رجع تاني لمراته السابقه ريم طارق، رغم انه ما اعلنش بنفسه خالص على السوشيال ميديا. طبعا اتضايق جدا وقال ده مش حقيقي، مفيش رجوع خالص، وبلوك. هعمل لكم اغنيه اسمها مفيش رجوع علشان الكل يصدقني ويرتاح ويبطلوا يطلعوا الاشاعات دي تاني. كمان انتظروا اغنيه تانية غيرها كمان اسمها اللي خان ملهاش علاقه بالموضوع خالص، اي حد اتخان بقى يسمعها. بس تفتكروا حسن شاكوش يقصد بيها مين؟ ريم طارق نفسها ولا الفنان عمرو سعد بعد ما لها في الفيلم؟ شاركوني برايكم في التعليقات.